لكسبها من وراء العملية دي. الحكومة المؤقتة تريد أن تكسب 5 نقاط من وراء العملية دي. ما هي؟ النقطة الأولى ضرب اليسار. طيب ضرب اليسار والأحزاب العلمانية اللي ما عندهاش خلفية إسلامية. الأحزاب العلمانية تقسم قسمين، فما اللي عندها أحزاب علمانية دول فما عندها خلفية إسلامية. طيب إذا بضرب اليسار وضرب الأحزاب العلمانية التي ليست لها مرجعية ولا خلفية إسلامية. طيب ممتاز. وأضرب النقابة يعني المشاغين. لماذا؟ خاصة هذه. لماذا؟ لأنها أصبحت تقلق وتزعج. المنظمة الشغيلة حقا أصبحت تقلق وتزعج باش بكثرة الإضرابات في قطاع التعليم، في قطاع كذا، في قطاع التعاون، واليسار قاعد يتحرك ويحاصر الحكومة يوما بعد يوم، يضيق على الخناق ويستغل في الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي للبلاد ويضيق عليه يوم بعد يوم. فمن جملة الأهداف أن تضرب التيارات الإثنين، يسار والعلمانيين والمنظمة الشغيلة، تضربها هدية تكهن. ولعلكم رأيتم أن بعض مقرات الاتحاد ضربت، بعض مقرات الأحزاب ضربت. العلمانية هدف من جملة فالرسالة. وفوجئ اليسار بكل الطوائف بتاعه، فوجئ بهذه العملية، لم يدري ما، لأنه ما عملهاش ومسؤول خطط لما رأيت الدرجة فمسؤول هذا منه ما رأيت هذا منه. طيب إذا التيار دي، إذا ضرب التيار اليسار كله ضربة ما تخرجش منه. وذلك يعني إظهار للشعب للناس أنه عدو للإسلام وللمقدسات الإسلامية ويعمل دائما ضدها. إذا حتى يقع إبعاد عن الناس. 2. الهدف الثاني هو تلهيك الناس عن مشاكلهم اليومية. المراد من الفعالية تلهيك الناس وإشغالهم بأمور هي تبعدهم عن مشاكلهم اليومية. المشاكل التونسية اليوم شنو هي؟ هي بطن، هي الماكلة، يعيش في فقر، غلاء المعيشة، غلاء المعيشة، يعني وعجز ما ثماش ارتفاع الأسعار إلا بالنسبة للمجلس التأسيسي، الارتفاع الأول بالنسبة للمجلس التأسيسي فقط، الأخرى كلها باندفاع. إذا الوضع اقتصادي متردي والناس مشغل هذا 800,000 على الأقل. البطال ما عندوش حتى عمل، إذا تلهيك الناس عن قضايا إلى موضوع آخر ثاني. شو الدهاء السياسي؟ يوم الإسلام يوم الإسلام تجوش حكاية من معه. إذا هذا تلهيك الناس وفعلا الحديث كان على الناس. الأمر الثالث هو جر السلفيين. الهدف الثالث من العملية جر السلفيين الجهاديين إلى العنف. لماذا؟ جرب وسيضيق جران للعنف. لماذا؟ باش يمرر قانون نتاع الإرهاب اللي بتاعنا. ولكن سمعت من عارف ذلك قانون الإرهاب الشعبي. إذا باش عصينا ضرب هذا الأولانية اليسار والعمال 2 يعني انتهى عجيب جدا. 2 هو أنه الناس مشاغل الناس ما عادش يستغل المكان. الأمر الثالث هو جر السلفيين إلى العنف بعض الحمد لله مش بعض إلى العنف. ومن هنا نخرج قانون، ما عنديش قانون أول ما عنديش. إذا نطبق القانون الموجود، قانون عديد اللي 10 و20 و30 سنة 20 سنة كان 10 أيام. الحاكم يحكم 20 سنة كانه قال 10 أيام على النواب وحاكم العباد. إذا خلق التيار الإسلامي السلفي، هذا هدف من الأهداف الواحدة. يا أمة الإسلامي خلق التيار السلفي. إذا رابعا هو ضمان نجاح الانتخابات المقبلة. إذا عمل
الأطياف كلها ضربها باش يلقى روحه في الساحة واحدة. إذا هذايا البعد بعيد باش نكسب الانتخابات القادمة. هذا مكة دبر بالليل، والله العظيم دبر بالليل. إذا هذا يكسب لأن التيارات الأخرى بدأت تدافع روحها. الشاب ولا خايف على اللي يموت قال احموني. إذا ما بدنا نستركز في وقت بالضبط قال احموني، يعني فهمت كيفاش أنا مهدد بالموت. والكل تعاملت الناس كلها، والناس كلها مش خايفة، والناس كلها مش خايفة. إذا التيار صار يجر وسعسات عواطف نسايبة وكتلنا تاع عواطف. أنا ما رحم ربي الوعي دا يدفل مش ما نقولش الكل. أما لا كتلنا تاع تحب تخرج وتحب تخرج تحب تهز وتهز. إذا كلها تلعب على اليسار اليمين كلها مش تلعب على التيار السلبي، تحب تخرج. ولذلك حتى مش وقت هي عملية مبينة. ألم يدعو يعني أتباع الحكومة المؤقتة إلى إضراب اليوم إلى إضراب يوم. أنت في الحكومة وتدعو إلى إضراب ضد من؟ أنت تحب تكسب عطف الشعب وأنك تريد أنك ضد اليسار ضد هكذا. أنت تلعب بالناس والله تلعب بعقول الناس. والناس مساعدة باش تخرج تخرج مين؟ يقودوا فيك قدام مش قاعد تفكر أبدا، مش قلت تفكير، مش نصوص وفكرها، لا مش قلت تفكير، لا تفكر. يخرج باش يكسب هو الشعب ضدكم يا يسار وضدكم يا دعم في الرسوم. والشعب هو اللي يكسب كله هكذا. إذا أنت في السلطة تقول هكذا خارج عارف يخرج من المظاهرة، اللي يخرج هو المعارض هو الإنسان اللي ما أنت في أنت عندك السلطة ما عندك شيء. ولذلك هي الآلة. إذا كسب يعني ود الطبقة الناس. قال فما تيار إسلامي فما بالحي خوف شيء قميص خوف. نحن راه إسلامنا كويس على الطريقة الأمريكية، على الطريقة الغربية ما شاء الله. والشعب يحب هكذا، يحب يعني صفي خصومه بطريقة يعني خفيفة جدا. ولذلك لابد أن نكون على وعي وعلى فهم لهذا الأمر. الأمر الخامس وهو أخطر من الفتن هو أن يوضع حاجز أمام الدعاة الصادقين العاملين من أجل استئناف الحياة الإسلامية لإقامة الدولة الإسلامية. هذا من أيضا يعني هدف خامس وهدف كبير